بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعت لكم بعد غياب ودوك نقول لكم السبب الغياب نتاعي واش هو. كملوا برك الفيديو الأخير. جبت لكم كسرة خميرة بلا عجين بلا ما تعبش. على بالي تحتاجوا كل يوم تاع العيد الكسرة تاع الخميرة، بزاف لي يديروا خبز المطلوع ولا كسرة خميرة، حنا نقولوا كسرة خميرة. جبتها لكم بطريقة سهلة. لهنا حنا نحبوها هكا رقيقة. اللي تحب اللي تحب تجيها منفوخة على هكا تخليها برك كي تقرصها تخليها شوية طالعة، وتزيد لها شوية خميرة تاع الكاطو ولا خميرة الحلويات. دوك نحكي لكم على واه غبت هاد المدة كاملة. بسم الله على بركة الله. نبداو. عندي 3 كيسان دقيق. نتوما الكيلة اللي حبيتوا ديروها ديروها. يعني هاد الكيسان داروا لي 2 خبزات مطلوع. نتوما تحبوا تضاعفوا المقادير ضاعفوا المقادير. درت مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة تاع الخبز. نخلطوهم هكا مع بعضهم. الدقيق عادي من الكيس ولا من الشكارة هزيته. حبيباتي الملح ما نديروش دوكا، الملح خليوه من بعد ونديروه. شوفوا باش ما تجيناش من بعد الاستيكي هاد الكسره ولا هذا خبز المطلوع. نديروا لها الزيت، نديروا 3 مغارف تاع زيت. المغارف هادو الكبار. نزيدوا لها مغرفه خل. هنا اللي تحب قلت لكم تجي طالعه اكثر من كيما درت انا، حنا نحبوها شويه تسمى ما نحبوهاش طالعه بزاف. اللي تحبها طالعه بزاف زيدوا الخميره تاع الكاطو هنايا. كيس خميره تاع الكاطو. نبدا نبل في العجينه تاعي. ندير الكاس الاول تاع الماء، يعني المهم العجينه تكون شوي طريه. من بعد راني نزيد لها الفرينه. كملوا الاخر راهي كسره سهله وسريعه كما قلت لكم، يعني ليه ديروها. حبيباتي. حنا كان يعني سبب غيابي هو انقطاع الانترنت. سرقوا لنا لي كابل تاع الانترنت. شوفوا صدقوني. داو ومن بعد على الاخر لقاوهم ماهمش نحاس طيشوهم، يعني خربوا هكاك الدنيا وخلاو الناس، عطلوا الناس على خدمتهم، عطلوا الاولاد في فتره الامتحانات. خلاوهم بلا قرايه، مساكن ما عندهمش حتى كيفاه يراجعوا ولا يجبدوا لي سوجي ولا يحضروا. يعني واش نقول لكم، حسبونا الله ونعم الوكيل في كل واحد يخرب وواحد قاعد يسرق وينهب في البلاد وينهب في لي كابل هادو تاع اما مش حين يغنيوهم. يعني مهما واش تدي والله الحاجه تاع الحرام اي تروح ليه يعني تروح ليه كيما يجيو كيما يروحوا ما تحسوش حتى بيهم. ربي يهديهم وهذا ما نقولوا لهم. خليتها واحد 10 دقائق ولا غطيتها خليتها. كيما قلت لكم 10 دقائق ربع ساعه على حساب الجو عندكم. خليوها تتخمر هذا باش تجيكم بعد خفيفه. حطيت الملح، انا درت المغرفه المتوسطه، نتوما على حساب القيس اللي درتو. انا جاتني هنا قد في الملح. ونصب شويه تاع ما برك وندخل، يعني كيما قلت لكم راهي سهله وتجي خفيفه، تجي كي القطن. وهذيك الحماره كشتها وجات مليحه، جات تسخف. والبنه تاني جات هايله. شافوا. دخلت برك هذاك الملح مليح ونزيد لها شويه برك فرينه. الفرينه برك كيما على بالكم خافوا الدقيق يكون الدقيق النوعيه تاعو واش راح نقولوا، يعني عاد ساعات طحي فيه مليح ساعات ماهوش مليح، ساعات تفسد لك الكسره، ساعات تفسد لك يعني تشقاي وتتعبي وديري الحاجه وما تجيكش كيما حابتها. نزيد كميه صغيره تاع الفرينه. كيما قلت لكم الطراوه كنت تشوفوا فيها. ونكمل ندخل برك هذيك الفرينه، يعني ماناش نعجنو. كيما على بالنا الكسره تاع الخميره يتحب العجين بزاف، هاد الكسره ما تعجنيش بزاف. تحبوا ديروهم خبزات صغار هكا لوليداتكم وديروهم فيهم لي يعني تحشيوهم لهم كيما حبيتوا. بالقليان باللحم بالدجاج كيما تحبوا. ندخل هذيك الفرينه هكا شويه برك ونبدا نلوز في الكسره تاعي ولا نقرقبوا فيها ولا نديروها كويرات. الكويرات نتاعنا هما راح يزيدوا يدخلونا الهواء في لاباط نتاعنا كي نعودوا نكوروا. دوك تشوفوا كيفاه نكورها ونعتلكم. هاي في وقت قصير، يعني انا ما عجنتهاش يعني وقصيت المقطع ولا هذا هو، يعني كيما راكم تشوفوا هذا هو الوقت اللي داتو. كيما قلت لكم اللي يعني يديها يوجع ما تقدرش تعجن بزاف ولا دير هذه الطريقه حتسهل على روحها. شوفوا الطريقه كيفاه نكوروا العجينه تاعنا. نجيب العجينه هاني ندخل هكا لداخل، راني نزيد ندخل لها في الهواء. لهنايا العجينه تاعي راح تكون خفيفه تجي قطنيه. شوفوا درتها على 2 خبزات اللي تعود
تحب يعني مبتدئة ولا ما تقدرش يعني تتحكم في القرصات نتاعها، ديرهم على 3 ولا تقسمها على 4 ولا كل وحدة دير كيما يساعدها. شوفوا كيف راني نطبّق فيها للداخل هذيك العجينة. شوفوا نقفل عليها مليح مليح خلاص نستعينوا بشويه برك تاع فرينه. هنا ماهيش طريه بزاف لهذيك اللي تخافوا تهزوها ولا راهي سهله. اللي جاتها شويه طريه بزياده وما قدرتش تهزها، كي تعود راح تطرح العجينه تاعها ولا الخبزه تاعها، تطرحها فوق بابي كويسون ولا ورق الطهي، حتعاونها وتسهل عليها. شوفوا لهنا اللي تحب تخليها تجيها طالعة بزيادة ولا طالعة أكتر من كيما درت أنا، تكتفي يعني تخليها هكا برك ما تزيدش تقرص بزاف، ما تزيدش ترقيق العجينة تاعها. أنا كيما قلت لكم نحبوها شوية رقيقة شوية، وجات خفيفة وتحبوا تحشيوها كيما قلت لكم تقدروا، ما تجيكمش في هذيك اللبابة بزاف ولا معجنة من داخل، تجي خفيفة. شوفوا نكمل نطرح العجينه تاعي. ان شاء الله ما تنساوش برك تخليو هذاك الجان، تبارطاجيوها البنات الصغارات اللي يحبوا يتعلموا الحاجه السهله اكيد يبداو بالحاجه السهله. لهنايا حبيبتي اللي تحب تزيد السينوج تزيد ولا السانوج، انا مرفه نزيد وساعات ما نزيدش يعني. شوفوا حبيباتي نغطيها ونخليها نغطيوها كي يعود وقت يعني بارد الحال، نغطيوها بزبرة صغيرة ولا المهم نخصصوا لها يعني صرافت هكا بزاف. ولا بعد ما بدات تخمر شعلت على الطاجين تاعي كي سخن مليح، نحط القرصه واش تطيقه كيف حطيتها. اللي تخاف تهزها ولا تهزها بالصرفيطه وتقلبها طول فوق الطاجين. هنايا اللي تحب تقلب طول ما تنقبش ثاني تقدروا. انا نقبتها هكا ونقلبوها هسه. شوفوا نتكاو عليها شويه هكا باش الوجه هذاك تاع الكسره دوكا اللي راه يطيب يتمركى فيه الطاجين برك بهديه يعني، باه طيب مليح وحمراء على كل جهه. ما نضغطوش عليها بزاف، نبقاو هكا نحركو برك. هناني حوشيتها انا الكسره، حوشيتها في الطابونه من تحت حوشيتها. وشوفوا اني قسمتها هنا سخونه يعني على هذيك ما بانتش مليح، راهي كسره هايله. أنا قلت لكم يعني الوصفات اللي يكونوا يعني ما مستثقل اني ما نحطها لكمش اصلا. الوصفه هذه راني نديرها يعني قداه دوكا وانا نديرها. شوفوا كي نعود تعبانه ولا ندير هذه الوصفه. ان شاء الله تجربوها تعجبكم كما قلت لكم. نقول لكم بقاو على خير الى الفيديو القادم ان شاء الله، وتعيدوا بالصحه وبالهنا ان شاء الله يا ربي. في امان الله.